لف يا استاذ احمد. بس بقى انا هقول لك على حاجه بتعملها، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. هي كده رفعت من هنا. ايوه في نفس الوقت غير الطريقه اللي هي بتاعت انا فاهم. كله. اعمل اللي انت عايزه. وجه ابو حلمي. ماشي. وادي الكافيه هنا يا استاذ احمد. اه بص مخزنه في رمانه الكتف بتاعه. لا ولا كلمه يا عم الحاج، تسلم ايدك. وبعدين القلب غالب برضه. ايه؟ القلب غالب. اه طبعا طبعا. شكرا على بص وادي الضفيره كامله ايه؟ الضفيره كامله لحد تحت. الاداره يا عم عماد، ربنا الله يصلح يخليك. بين ايديك يا رب. وادي قفلات الشغل. وضحها له ميه. ضفيره كامله للصدرين. ربنا يديك الصحه يا عمده ويصلح دايما ما بين ايديك كده يا صديقي. من فلوس يا عم الحاج. ايوه ها؟ انت بتقول فيها، انت بتقول فيها بفلوس بفلوس. وادي الكتف، رمانة الكتف مبيتة اهي. والتحت الناحية التانية شرحه. وادي الخلفية بتاعته اهي. تمام. شوف بقى انت عايز تقول حاجة، انا تحت امرك. عايز يا عم عماد شكرا على تعرف ذوقك يا عم، وربنا يصلح لبسها. دايما ما بين ايديك يا رب. لو عايز اوريك اكتر من طريقة في اللبس ماشي. ممكن يا باشا. دي بص بقى حضرتك بتجيب دي السبعة دي اهي. هي عمرها ما هتعمل على كتفك. انسى انها تعمل على كتفك. حتى لو عبت هوا مش تعمل على كتفك. لا بس دي تلبيسه حلوه برضه. وبرضه ممكن تجيب الناحية التانية لو انت مش عايز مدلدلة من ناحيتين. ايه؟ وسيبها، سيب ايدك خالص منها، لا لك دعوه بيها، مالكش دعوه بيها. ومن ورا انت تشوف الفيديو يعني هتعجبك. دي طريقه عن اللي الكل بيعملها، اللي هي بيشيلها كلها يحطها على كده. بس انا مش عامل عباية عشان الكفه دي، عامل عباية عشان اتعين. شكرا يا ابو كده حميد. يا أحمد. ماشي. شكرا يا صديقي. تسلم ايديك يا عم.